محمد صابر بعرور، عنتيل البحيرة. ومش اي عنتيل، لا ده عنتيل تخصص اولاد، مش ولد او 2 او 3 او 10، دول 52 ولد. لا ومش بس كده، ده خلى كمان الاولاد دي هي اللي تدير البيزنس بتاعه. ايه اللي حصل في البحيرة؟ لو ما تعرفش الحكاية تعالى وانا احكي لك الحكاية. بس قبل ما نبدأ حكايتنا ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان تنوروني وتشرفوني وتزودوني. يلا بينا. الشخص ده اسمه محمد صابر بعرور من كفر الدوار في البحيرة. الشخص ده معروف عنه ان هو وعيلته بتوع مشاكل وعليهم احكام ورد سجون وربنا الاعلم بيهم. الشخص ده قرر انه يبدأ مشروعه الخاص بيه، خد مكان وعملوا صالة بلياردو عشان الاولاد تيجي تلعب فيه. اول ما الولد يخش يلعب من هنا بيقوم واخده من ايده كده انجاجيه ويستعمله، طبعا فاهميني. وكمان مش بس كده، ده بيبقى فاتح الكاميرا كمان عشان يصوروا، عشان بعد كده يبتزوا. وعمل كده مع 52 طفل. والطفل بعد كده اللي ما يرضاش ان هو يدفع او مش قادر ان هو يدفع يبتزه ويوري له الفيديوهات، يقوم الطفل يضطر بقى ياخد فلوس من ورا اهله، يسرق، يعمل اللي يعمله، المهم يجيب له فلوس. الطفل اللي هو خلاص جاب اخره وما معهوش فلوس يقول له خد الكيسة دي عشان تروح توصلها. طبعا انتوا عارفين الكيسة دي فيها ايه. طبعا محدش هيشك في طفل ماشي ومعاه كيسة ويوقفه ويفتشه. فكان ده سهل بالنسبة له ان الاطفال دي كلها تدير له البيزنس بتاعه. تخيلوا بقى هو كده لو بيلم من كل طفل 100 جنيه في اليوم، تخيلوا 52 طفل بيلم كام؟ يعني كان مدور الشغل على مزاجه. حبة من شوية الأطفال اللي بيبتزهم بيبعتهم بالأكياس عشان يوزعوها، والحبة التانيين بيبتزهم برضو عشان يسرقوا ويجيبوا له فلوس. يعني مظبط دنيته 100 100 لحد ما حصلت المفاجأة. وفي ولد من الأولاد زهق، جاب آخره، تعب، قرر ان هو يحكي لأهله. وأول ما حكى لأهله من هنا أهله خدوه من إيديه وجريوا على المباحث وبلغوا عنه. المباحث بصراحة كتر ألف خيرها، طلعت دورية جابته من قفا أمه واتقبض عليه. هو اتقبض عليه من هنا، وفي أهالي بدأت إن هي تتكلم وتتجرأ وتحكي اللي حصل مع عيالهم. طبعا الأهالي دي كلها كانت ساكتة عشان كانوا خايفين على عيالهم لما يكبروا، عشان